صرت أصحى من نومي أقول اللي بيجي من الله حياه الله، باخذها بالهداوة، عيش حياتي ببطء، خفف زعل، خفف قلق على الدنيا، خفف خوف، واللي بيجي من الله حياه الله. اختلفت نفسيتي 180 درجة، فرق مو طبيعي. وسبحان الله، ما أقول لك جتني الأشياء اللي كنت أسعى لها كذا بسرعة، لا، الله اختبرني شوية وبقيت كذا، حسيت إنه ما أدري كيف، بعدين جاتني الأشياء، الله سهلها. يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة. عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد. كل يوم او كل يومين اخد لي جزء في الشقة. من قريب كنا احنا عاملين الدواليب، منزلين الصيفي ومطلعين الشتوي وعاملين جرد للدواليب، فانا الحاجات الداخلية نضيفة وزي الفل. بس نعمل ايه؟ تنظيفة كده في السريع، تنظيفة في السريع. أول حاجة نبدأ نسمي الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونغير فرش السرير ونهوي السرير والحاجات الحلوة بتاعتنا اللي انتوا عارفينها. عايزة أشيل المفارش كمان عشان خلاص. خلاص ايه هاجر، انت لسه فرشها ما كملتش شهر. مش مهم، خلاص بقى عشان نفرش فرش العيد. انا النهارده هرتب، والمره الجايه نفرش مع بعض، يعني انتوا فاهمين. هرتب الشقه كلها، هاخدها جزء جزء كده، انضفها تنظيف عميق. والفرش يبقى مره واحده بقى، نفرش الشقه كلها مره واحده. خلاص هبدا بقى بغرفه النوم، هبدا بالغرفه الماستر حجي. كنت عايزه اغسل السجاجيد بالمره، بس مش عارفه صحتي هتوافقني ولا لا. اي انا موافقه، بس ايدي هتوافقني ولا لا، ده اللي انا مش عارفاه. فيلا بينا نسمي الله ونبدا. مش هنزل الستاير اكيد عشان انا لسه منزلها في العيد الصغير. يا جماعه انتوا عارفين ده ايه؟ البوكس الكبير اللي تحت ده، دي هدية عيد ميلادي. يا قلبي، هدية عيد ميلادي من قلبي. يلا بينا. خلاص شلت طقم السرير، خدت الغسيل ورحت على الغسالة، وهنا قعدت اشرح لكم مقطع طويل عريض على الغسيل والابيض والالوان ومش عارفه ايه. في الاخر طلع التليفون مفيش صوت اصلا، نص المقطع فيه صوت والنص التاني مفيهوش صوت. انا مش فاهمه ازاي ده حصل لحد دلوقتي. المهم هنا بقول لكم انا حطيت دور غسيل ابيض. لما فرست الغسيل لقيت عندي الغسيل الابيض هو الاكتر من غسيل الالوان او الاسود، فقلت لكم انا هبدا غسله بالغسيل الابيض الاول، بما ان فيه اللحاف اللي بنتغطى بيه وفيه المفرش والحاجات دي كلها، فبدات بالابيض.
هنا ابيض. خلاص، حطيت كلور، وبحط البتاع اللي انا بعمل الخلطة بتاعة الغسيل الابيض اللي انا بعملها، حطيت وحطيت برسيل جل، واحط الكبسولات ونغسل غسلة. بسم الله. خلاص خلصت الغرفة كلها. ترتيب سريع بأمانة، ترتيب سريع يعني. رتبت كل حاجة، دي لسه هشوف لها مكان. رتبت كل الأمور. يلا بينا نكمل. بصوا الجزء ده من الشتاء. الشتاء المية صفت ولسه فيه تراب بقى، هكنسه وامسحه بالمية.
حاولت الم التراب، تبقى شويه معطر كده. شايفين اللي انا شايفاه؟ انا مركزه على الحته دي عشان دي اكتر حته مطربه. همسحها بقى وامسح من عند باب الاوضه كده وارجع لكم. خلاص مسحت الجزء ده، هسيبه بقى ايه ينشف. ما نشفتوش قبل المندوب كده. شايفين الحيطه عفنت؟ انا اول مره في حياتي اشوف حيطه معفنه. صالح بيقول لي من ميه المكيف، من دي. تفتكروا يا ولاد؟ يلا. المندوب كلمني، تعالوا نشوف نجيب الاوردر يلا بالمره. طلبيه العيد وصلت، مش طلبيتي كلها اكيد. طلبيه البنات برضو اللي كانوا طالبين اوردر وصلت، بس يا رب الحق اشحنها لكم قبل العيد بقى. انا هشحنها بس يا رب الحق، لا بتاع الشحن يلحق يوصلها لكم قبل العيد. هي اتاخرت عليا جدا بس مش مهم، المهم ان هي جت في الاخر. لو عايزين اصور لكم محتويات العيد بتاعتي اكيد هصور حاجتي انا، مش هصور حاجه الناس يعني. عرفوني في الكومنتات. بصوا بقى يا بنات، انا مش قادره اطبخ حقيقي، مش قادره اطبخ ومش قادره اجي على نفسي اكتر من كده، يعني اجي على صحتي اكتر من كده مش قادره. انا كنت الاول اجي على نفسي عادي. وطيت بس الراديو، كنت بقول ايه انا في الاول والله العظيم كنت اجي على نفسي واقف واطبخ عشان خاطر نلاقي حاجه ناكلها. ما احنا لو ما طبخناش مش هنلاقي حاجه ناكلها. وانا مش من هوايتي قوي اكل الشارع عموما، يعني مش من هوايتي بصراحه. بس النهارده قلت لا يا هاجر كفايه، ستوب ستوب. مينفعش، ما عادش ينفع تيجي على نفسك اكتر من كده وتيجي على صحتك اكتر من كده. نايمه تعبانه من امبارح، بس خلاص انتي روقتي الشقه. غدا من بره، الدنيا مش هتطير ولا اي حاجه هتحصل ولا اي حاجه تتغير في حياتك عموما لو انتي جبتي غدا من بره او طبختي. لا ده هيغير حاجه ولا ده هيغير حاجه. كلمت صالح ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب، قلت صالح هات اكل معاك من بره وانت جاي. يعني مفيش مشكله. جاب لنا ايه؟ جاب لنا بخاري. والله بقالي كتير قوي ما اكلتوش تصدقوا، بقالي كتير كتير يعني. بس كل اللي انا عملته حطيته في الصينيه وهغسل مواعين، شكرا على كده. وهو يوم وعدى وفضل ونعمه من عند ربنا. انا ليه بقول لكم كل القصه دي؟ عشان ما تعملوش زي اي واحده بتيجي على نفسها. محدش هيطبطب عليكي، محدش هيقولك معلش، محدش هيقولك الف سلامه. الف سلامه محدش هيقولها لك. محدش هيقولك ما انت اللي هو انت هيتقالك كلمه واحده بس، ما انت اللي بتتعبي نفسك. اللي هو انا بعمل لكم كل حاجه حلوه في الدنيا، مش يعني مفيش شكرا، بلاش شكرا. مفيش ريحه نفسك شويه، مش عارف. انت اللي بتتعبي نفسك، انت اللي بتيجي على نفسك. بس ستوب، انا اللي باجي على نفسي. خلاص من النهارده مش هاجي على نفسي. خلاص زي ما بنعمل مثلا ذنب كبير، انت اللي غلطتي. الشيطان هو اللي انت اللي سمعتي كلام الشيطان، انت اللي مش عارفه ايه. انت المهم في الاخر احنا اللي بنتلام. خلاصه الكلام ان احنا اللي بنتلام. فلا تلومني ولا لومك وكده يعني. خلاص. وعلى فكره مش قصدي على الغدا بس، او مش قصدي على البيت عموما، انا قصدي على حياتي كلها بشكل عام. مش هاجي على نفسي عشان خاطر اي حد ايا كان هو مين، ايا كان هو مين. مش هاجي على نفسي ابدا عشان خاطر اي حد. شفتوا؟ قلت لكم. يلا نروح نتغدى وبعد كده بقى ايه نكمل الروتين بتاعنا مع بعض. عملت لي شويه شاي نعناع، بس عملت نص كوبايه عشان خاطر ايه، مصدعه قوي وانا لسه شاربه شاي من شويه وشاربه قهوه وحاجات كتير كده. هقعد بقى اشرب شويه الشاي بعد الغدا. الحمد لله اتغدينا، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. نشرب الشاي وبعد كده
او منشر الغسيل. الغسيل خلص ونشرته. شوفوا لي جمال وحلاوة الابيض بتاعي، شوفوا لي بيشف ويرف ازاي. بصوا بصوا، شوفوا ملوا عينكم، شوفوا الشفافية، شوفوا النظافة. بس مش هتشموا الريحة بقى يا ولاد، من الريحة. يلا احنا بنخسرها في الزمن ده. بس كده، يلا بينا. بصوا احنا خلاص اتغديت وشربت الشاي وروقت، قصدي ولميت الغسيل، لميت الغسيل ونشرت الغسيل، وكمان بحضر وصفة حلوة قوي لسه مش عارفة هنزلها امتى، لسه ما خلصتش اصلا. بس الفيديو الجاي، الفيديو اللي بعده ان شاء الله بعمل لكم وصفة خطيرة. والمطبخ عندي كله نضيف طبعا، احنا مطبخناش النهارده، فالمطبخ نضيف وزي الفل، اللهم لك الحمد. عندي مواعين عايزه تتعان، وعندي شويه مواعين عايزين يتغسلوا، بس انا بصراحه مش هغسلهم بقى النهارده، نغسلهم بكره. وده كيس الزباله عزكم الله هينزل، نغسلهم بقى ايه ان شاء الله بكره. المطبخ عندي نضيف والامور تمام التمام، وناشرين غسلنا وامورنا كلها الحمد لله زي الفل. هلحق امنتج الفيديو وانزله لكم، واشوفكم ان شاء الله. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ونال رضاكم. اشوفكم ان شاء الله يوم الخميس، في روتين الخميس ان شاء الله، نعيشنا وكان لينا عمر. تنسيش تحطي لي لايك، ومستنيه الكومنتات الحلوه بتاعتكم. اشوفكم ان شاء الله على خير ومع الف سلامه.